السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل مع بعض ان شاء الله اول وصفة في وصفات العيد. هنعمل الكحك الناعم. هنعمله بكل اسراره وتفاصيله اللي تخليه يطلع معاكي ناجح ومن اول مرة. هنعرف كمان اسرار التسوية بتاعته بكل تفاصيلها، وان شاء الله الطريقة هتعجبك. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس اهم حاجة ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. نقول كده بسم الله ونبدأ بالمقادير بتاعتنا. معايا كده كيلو من الدقيق، والدقيق بتاعي اللي انا استخدمته متعدد الاستخدامات اللي هو المعبأ. اي نوع دقيق معبأ متعدد الاستخدامات. ومعايا 500 جرام من السمنة. اي نوع سمنة متوفر عندك، ما تربطيش نفسك بنوع معين. معايا 500 جرام من السمنة. معايا نص كوباية من السكر البودر، معلقتين كبار من السمسم، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة بسيطة خالص من الملح، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك اللي هي السايلة بريحة الموز. ومعايا كوباية واحدة بس من الحليب. اول حاجة هبدأ بيها، هبدأ احط كده المكونات الجافة كلها على بعضها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحط السكر البودر، وهحط السمسم، وهحط الخميرة والبيكنج باودر والملح وريحة الموز. بالنسبة للخميرة، الخميرة دي انا شغالة بيها على طول وممتازة معايا. لو الخميرة بتاعتك انت جايبة نوع مش عارفاه او شاكة فيه، جربيها الاول في ربع كوباية من المية الدافية ومعلقة سكر، وسيبيها 10 دقايق. لو عملت فقاقيع كده يبقى هي نشطة وشغالة، علشان ما تخسريش المكونات كلها. لكن لو انت ضامنه النوع اللي انت شغاله بيه، اشتغلي زي كده على طول. ريحه الموز انا بجيبها كده، بتكون في ازازه عند العطار، بحط بمعلقه صغيره مش مليانه، او بالغطا بتاع الازازه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تكتريش منها، علشان لو كترت منها بتمرر معاكي الكحك. ممكن كمان تحطي بهارات الكحك اللي هي البودر، بس بصراحه ريحه الموز دي بتكون ريحتها حلوه قوي، وبتخلي ريحه الكحك حلوه. بعد كده هقلبهم كويس قوي مع بعض، وهنزل على طول معايا بالسمنة. السمنة دي سمنة باردة عادي جدا، انا هعمل الكحك على البارد. لو حابة تعمليه على السخن عادي، بتسخني السمنة بتاعتك جدا، وبعد كده بتنزلي بيها على الدقيق. بس انا بفضل الكحك على البارد، خصوصا في الكميات الصغيرة. هبدأ كده اقلب الكحك زي ما انتوا شايفين، وهبسته بقى. بصي، طلعي كل الطاقة اللي جواكي وانت بتبسي الكحك. يعني خدي راحتك خالص في المرحلة دي. كل ما هتبسي الكحك اكتر، كل ما هتاخدي نعومة للكحكاية اكتر. صلي على الرسول كده وانتي شغالة، وسبحي واستغفري، هتلاقي نفسك بتاخدي حسنات، وفي نفس الوقت هتطلعي احلى حاجة ما بين ايديك. هفضل كده ابس فيه لحد ما يوصل لمرحلة معايا بيكون العجينة بتاعتي شبه الكريمة، وهوريكم دلوقتي النتيجة اللي انا عايزة اوصل لها. بتاخدي كده العجينة ما بين ايديكي، وتفضلي تبسي فيها كده لحد ما بتكون معاكي بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بتحسيها كده بقت عاملة زي الكريمة بالظبط. بتحسيها كده لمت وبقت شبه العجينة شوية، بس هي ما بتكونش لسه عجينة، هي بتكون كده اتبست كويس قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بالكوباية بتاعة الحليب بتاعتي مرة واحدة كده، وبعد كده هقلب. بس انا في المرحلة دي هقلب بس، مش هعجن خالص. هشرب العجينة بتاعتي بكوباية الحليب، واول ما تتشربها انا هوقف على طول. يعني انا بقلب بس. حاجتين اتنين ممكن يطلعوا الكحكاية بتاعتك ناشفة. لو زودتي السوائل، يعني اكتر من كوباية على كيلو الدقيق، او لو بلغتي في عجن الكحك ما بيتعجنش. الكحك انا بلمه بس زي ما انتوا شايفين كده. اول ما العجينة تتشرب الحليب معايا انا هوقف على طول. بعد كده باخد حتة من العجينة وبلفها كويس قوي كده بين ايديا، بنعمها قوي، وبعد كده بضغط عليها، بتكون شكلها زي ما انتوا شايفين حاجة كده ما شاء الله. بالنسبة للحليب، الحليب بدرجة حرارة المطبخ عادي، يعني حليب بارد عادي، بس ايه، بدرجة حرارة المطبخ.
هبدأ اغطي العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بكيس من اكياس التلاجة، وهبدأ اشتغل في العجينة على طول. بالنسبة بقى للحشوة بتاعتنا، معايا كده نص كيلو من الملبن، حطيت عليه معلقتين كده من السمنة ومعلقتين من السمسم وعجنتهم كويس قوي، وبعدين عملتهم كور كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تقدري تحشي عجوة وتقدري تسيبي الكحك بتاعك سادة عادي جدا. هبدأ اخد كده حتة من العجين والفها بين ايديا واعمل فيها تجويف، وبعد كده هحط الملبن وافضل الفها في ايدي لحد ما تنعم معايا قوي. يعني اصبري على الكحكايه، لفيها كويس قوي في ايديكي. وبعد كده بقى بالنسبه للتشكيل، معايا بصامه ومنقاش، تقدري تعملي بالطريقه اللي تحبيها. التشكيل ده حسب ذوقك انتي. بس انا بفضل المنقاش، لان بيعمل نقشه كويسه ما بتتمسحش بعد الخبز، وفي نفس الوقت بتخلي السكر البودر بيبقى يعني بيثبت على الكحك. اهم حاجة تلفي العجينة كويس قوي، تنعميها كويس بين ايديكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده انا مش ببططها، يعني الكحكاية بسيبها كده، انا بحبها عالية. بتكون الملبن بتاعها، الملبن بياخد راحته في التسوية من جوه، وفي نفس الوقت بتكون الكحكاية كده مفرغة وشكلها جميل قوي من جوه. بالنسبة للحشوة، كيلو الدقيق بياخد نص كيلو من الملبن او نص كيلو من العجوة، مش اكتر من كده. وهنا انا كنت بوريكم شكل البصامة زي ما انتوا شايفين، لو حابة تعملي بيها عادي مفيش اي مشكلة، الطريقة اللي تحبيها شكلي بيها. شايفين جمال النقشة؟ حاجة كده ما شاء الله. بالنسبة لحجم الكحكاية تقدري تتحكمي فيه براحتك، انا بحب اعملها صغيرة كده، بتكون على قد القطمة علشان ما يبهدلش الدنيا. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكمية اللي معايا كلها، هبدأ اسوي على طول لانه بياخد وقت اصلا في النقش. يعني انا اول ما بخلص، يعني في اخر كده صينية، ببدأ اشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 190، والفرن بتاعي بيكون شغال من تحت بس. اول ما الكحكاية بتاخد لون اشقر كده من تحت، ببدأ اشغل الشواية على الهادي واسيبه ياخد لون من فوق ومن تحت براحته. وبفضل الف في الصينية طول ما هي في الفرن، يعني افضل الف فيها كده عشان الكحكاية تاخد معايا لون واحد وتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بسيبه لما يبرد خالص، ما بحطش السكر عليه ابدا وهو سخن. بحط السكر بعد ما يبدأ يبرد خالص، ببدأ ارش السكر. وممكن تسيبيه خالص وما ترشيش السكر غير وقت التقديم. شايفين بقى جمال التسوية؟ الكحكاية بتاخد معاكي لون موحد طول ما انت ايدك في الكحك وانت بتسويه، يعني بتقعدي تلفي كده في الصينية وبيطلع معاكي لون موحد من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. بياخد وقت قد ايه في الفرن؟ بياخد حوالي تلت ساعة. بالنسبة للحشوة، عشان تتلاشى اي مشاكل فيها ويفضل الملبن معاكي طري جوه الكحكاية بتاعتك، اهم حاجة تجيب الملبن يكون لسه جديد، يعني يكون انتاج السنة دي. يعني تلاقي الملبن كده لونه ابيض، لو لقيت الملبن لونه اصفر ما تجيبهوش ولا تشتغلي بيه. زي ما انتوا شايفين الكحكاية نعومة والملبن طري جوه، حاجة كده ما شاء الله. والكحكاية واخدة لون موحد كمان من جوه الكحكاية، يعني هتلاقي الكحكاية بتاعتك من جوه مستوية وجميلة جدا. جربيه بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك وهتعتمديها. يلا بقى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير، مع السلامة.